الصلاة. اسمع يا أخي الغالي، إذا خسرت أموالك استعن بالصلاة، إذا مات الولد استعن بالصلاة، إذا صار بينك وبين زوجتك خلاف استعن بالصلاة، إذا ما وجدت وظيفة استعن بالصلاة، إذا نزلت بك مصيبة استعن بالصلاة، إذا ما استطعت أن تفهم آية في القرآن استعن بالصلاة، إذا ما تذكرت حديث قد جاء في حياتك استعن بالصلاة، إذا لم تجد بيئة صالحة استعن بالصلاة، إذا وجدت في قلبك ضيقة استعن بالصلاة، إذا نفر الناس منك استعن بالصلاة، إذا جفت أعينك من الدموع الخاشعة استعن بالصلاة، إذا آذاك الناس استعن بالصلاة. وين يا أخوة الكرام من هذه الآية؟ تنزل علينا الكرب وتأتي علينا المصائب وتموت الزوجة ويموت الوالدين ويموتون الأبناء وتتفرق الأسر وتطلق النساء. من منا يقبل على المسجد ساجدا راكعا لله وهو يستشعر استعينوا بالصبر والصلاة؟ من منا يجد هذا الشعور في قلبه؟ من منا إذا حمل جنازة أبوه وهو يبكي وذهب به إلى المقبرة عرف أن الملجأ المحراب فأقبل على المحراب؟ من أصحاب الأسهم لما سقطت أسهمهم كان مليونير في الصباح وأصبح مديونا في الليل؟ من منهم انكب على المساجد؟ من منهم سجد وركع؟ من منهم تذكر واستعينوا بالصبر والصلاة؟ كم منا من بينه وبين ابن عمومته سوء تفاهم له سنة أو سنتين ما سلم عليهم ولا قابلهم، هل استعان بالصلاة لعل الله أن يلين قلوبهم؟ كم منا من يريد أن ينتقل بجوار والده وهو في العناية المركزة وكلما قدم طلب نقل رفض، هل استعان بالصلاة؟ الصلاة ما هي مجرد بس عبادة نريد منها أن نميز كافر مسلم كافر مسلم ونفرح، ونسينا أن الصلاة أعظم من قضية مسلم وكافر. أنت يا مسلم يا من تصلي هل وجدت أثرها ونفعها؟ وجدت لذتها وطعمها وحلاوتها؟ هل حسيت أنك فعلا محتاج للصلاة؟ ولا حسيت أن المسجد محتاج لك تبغى تكثر عدد المصلين؟ هل تشعر وأنت في طائرة وتريد أن تصلي أنك بحاجة إلى الصلاة؟ تجد عندك حاجة ملحة ودموع تخرج من قلبك ليس من عينك، وتقول في نفسك أبي لو سجدة، أبي لو ركعة، بس أبغى أوقف أمام الله عز وجل. يبحث عن الصلاة، يبكي للصلاة، يحزن إذا أغلق المسجد، يعلم أن الفرج كله عندما يضع جبهته في التراب أمام الله جل وعلا. أنها سبب عظيم من أسباب دخول الجنة. الصلاة يا أحبتي هذه الخمس الصلوات أنا بعطيك معلومة احفظها وسجلها وخليها ترسخ في عقلك وفي قلبك. أقسم بالله الموت راح يجيك بعد صلاة، ما راح يجيك قبل صلاة. إن جاك 11 الصباح فأنت مت بعد صلاة إيش؟ وإن جاك الساعة 3 الظهر مت بعد صلاة الظهر، وإن جاك الساعة 3 في الليل فأنت مت بعد صلاة العشاء. الموت يأتي بعد صلاة، فحافظ على هذه الصلاة من أجل أن تدخل جنة الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أحبابي في الله، أقسم بالله من حافظ على الصلاة بخشوعها وبأركانها وبواجباتها وبسننها، والله يا أحبتي في الله إن الله سبحانه وتعالى سوف يكرمه بالجنة. كما ذكرنا الآيات أحبتي في الله، آيات كريمة، آيات تتلى أحبتي في الله في كتاب الله عز وجل، يبشر الذي صلى بين يديه سبحانه وتعالى بجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله جل وعلا يقول والذين هم على
صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. يا من حافظت على الصلاة، الله سبحانه وتعالى قد يثني عليك في سورة المعارج: والذين هم على صلاتهم دائمون. صلاة الفجر في المسجد، صلاة الظهر في المسجد، صلاة العصر في المسجد، صلاة المغرب في المسجد، صلاة العشاء في المسجد. فأنت دائما أحبتي في الله في صلاة. زي ما ذكر أخوي نايف: والله يا أخواني سوف يأتينا الموت. الله جل وعلا يقول: فريق في الجنة وفريق في السعير. فريق أهل الجنة أحبتي في الله لهم صفات يتصفون بها. الآن كيف أعرف أنه هذا اتحادي؟ كيف أعرف أنه هذا نصراوي متصدر؟ بشعاره، بالشعارات التي يرفعها.